اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ازيكم يا أحلى مشاهدين في الدنيا، يا رب تكونوا جميعا بخير. تعالوا النهاردة نعرف ازاي عملنا المنين السادة الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله، شايفين الفراغات والتهوية اللي جوه. ده بيدل ان العجينة ناجحة جدا ومظبوطة تمام. وكل الكمية دي ما شاء الله عملتها بكيلو دقيق واحد بس. بسم الله ما شاء الله، عمل كمية معتبرة تنفع معاكي في الفطار وفي العشاء مع الشاي بلبن. تعالوا مع بعض نعرف مقادير المنين. معانا كيلو من الدقيق، هننخله الأول. طبعا لما تنخلي الدقيق بيديكي نتيجة أفضل في المعجنات اللي بتعمليها، ويفضل طبعا يتنخل مرة واتنين لو أمكن. بعد كده هنزل بكوباية من السمسم على الدقيق بالشكل ده. السمسم طبعا بيودي المعجنات في حتة تانية خالص، بيخلي طعمها جميل جدا. هنزل بكيس بيكنج باودر بالشكل ده، ومعانا نص كوباية لبن دافي هنزل عليها باربع معالق من السكر، وندوب السكر مع اللبن. هنزل بمعلقة خميرة فورية بالشكل ده وهدوبهم مع بعض. طبعا انت بتعملي الخطوة دي وتسيبيها تتفاعل مع بعضها. هننزل برشة من الملح، سنة طبعا ان الملح بيتحط على العجين عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وتبدأي تقلبي المكونات الجافة كلها مع بعضها بالشكل ده. ودلوقتي هنزل بكوباية من السمنة، هي دافية مش سخنة قوي ولا باردة. وهنبدأ نبس العجينة مع بعض. طبعا مهمة جدا الخطوة الأولى، ان انت تبسي الدقيق بالسمنة وتبسيه، يعني بتدخلي كل المكونات الجافة مع السمنة، بتفركيها على ايديكي الاتنين بالشكل ده. بتديكي نتيجة هايلة للمعجنات. وبعد ما بسيناها بالشكل ده هنزل عليها بكوباية فيها الخميرة واللبن والسكر، ونبدأ نقلبها. لازم تقلبيها كويس جدا عشان الخميرة بتتفاعل وتتجانس مع الدقيق. ما شاء الله ريحتها ابتدت تبان. هننزل بكوباية من الحليب الدافي ونعجن. وعامة كيلو الدقيق اخد معايا كوبايتين من اللبن الدافي وكوبايتين من السمنة الدافية، غير طبعا نص كوباية اللبن اللي انا حطيت عليها الخميرة والسكر. ودي كوباية التانية من الحليب ونعجن. وهنزل بعد كده باخر حاجة معايا من المكونات، وهي كوباية السمنة الدافية. ولازم بتلفي العجين بالسمنة اخر مرحلة، بيديكي نتيجة جميلة جدا. وهننزل بكوباية السمنة
ونعجن العجين لحد ما يبقى العجين ما شاء الله معاكي ملمسه ناعم وما بيلزقش في ايديكي ولا في الطبق اللي انتي بتعجني فيه، بيكون كده تمام، وصل لدرجة العجن المطلوبة. بالشكل ده ما شاء الله كده العجين اخد كفايته ما شاء الله، واصبح القوام المطلوب اللي انا عايزاه. تبدأي تشكلي فيها براحتك ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. ودلوقتي هنبدأ نشكلها مع بعض. بتاخدي طبعا قطعة قطعة من العجين عشان ما ينشفش معاكي، وتبدأي تفردي فيه على حسب السمك اللي انت عايزاه. انا طبعا برفعه جدا، بعمل حساب انه هيتخمر بعد كده وحجمه بيتضاعف، فما بنحبوش كبير قوي يعني. بنفرد العجينة بالشكل ده. ما شاء الله عجينة جميلة معاكي، ما بتقطعش منك عشان عجناها كويس ومقاديرها كويسة ومظبوطة تمام. ودلوقتي هنبدأ نشكل المنين. طبعا احنا عاملينه سادة، هي نفس العجينة. لو هتحبي تعمليه بحشوات مختلفة زي الملبن والعجوة عادي، بس احنا بنفضله مع الشاي يكون سادة. هنشكله بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. حجمه متساوي وقد بعضه ما شاء الله. لازم يكون الحجم متساوي معاكي عشان ما يتحرقش في الفرن. وبعد ما شكلناه بالشكل ده ما شاء الله هنسيبه يرتاح. لو عايزة تسيبيه 4 ساعات وبعد كده تسويه عادي مفيش مشاكل، بس انا عن نفسي عملته بالليل وسويته تاني يوم الصبح. وده شكله بعد ما استوى ما شاء الله. ودخلناه الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة. بسم الله ما شاء الله، ولا اجمل ولا اروع من كده. شايفين الجمال، شايفين التسوية ما شاء الله مظبوطة. تحفة ما شاء الله. كيلو الدقيق عمل معانا كمية معتبرة جدا من المنين ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا وفرت كتير. لو هتشتريه من بره هيكلفك كتير، لكن عملتيه في البيت وبمكونات بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. ما شاء الله. شايفين الفراغات اللي جوه دي بتدل ان انت عجينتك ناجحة وممتازة 100%. والتسوية جميلة جدا. وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وربنا يا رب يجعل لنا قبول بين عباده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.